بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. يوم جديد بقى من ايام المصيف. احنا كنا في مرسى مطروح، وده كان تاني يوم لينا. اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده يرجع بقى يشوف الفيديوهات اللي قبل كده. في فيديوهين نازلين قبل كده. ده كان تاني يوم لينا في المصيف. كنا رايحين بقى البحر. ايه رأيكم في المايو بتاعي الجميل دوت؟ قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وايه رأيكم في البورنيطة بتاعتي دي. كنت صارفة ومكلفة الصراحة. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الكومنتات. هنا بقى كنا نزلنا كده رايحين البحر. كانت الساعة حوالي 12 الظهر. على ما بنصحى بقى من النوم، احنا بننام متأخر قوي بصراحة بالليل. فعلى ما بنصحى من النوم ونحضر حاجتنا كده، نحضر فطارنا ونحضر حاجتنا وناخدها بقى نروح نفطر على البحر. هنا بقى كنا راكبين الميكروباص طبعا كلنا. اخواتي ومامتي وبابايا واهلي يعني. واهل جوزي كانوا راكبين ميكروباص تاني ورانا. فكنا كلنا بنروح مع بعض يعني. هنا كنا رايحين بقى شاطئ. لاجونا بيتش القوات المسلحة. الشاطئ دوت قدام بورتو مطروح. على طريق كليوباترا. بصوا، معصرة فيرجينيا ومعصرة كليوباترا ومعصرة عجيبة. كل دوت على طريق كليوباترا. بس احلى معصرة فيهم هي معصرة فيرجينيا. طبعا كلكم عارفينها اكيد. دلوقتي كمان بتعمل توصيل للقاهرة. فاللي عاوز حاجة من معصرة فيرجينيا بيوصل لهم وبيعملوا توصيل للقاهرة. وفيهم عندهم كل المنتجات الأصلية. ماشي. هنا بقى ده كان طريقنا. طبعا ايسل كانت البورنيطة عمالة تطير منها، وكانت مصممة تطير في الشارع. وكان عمار قاعد ماسكها لها. لحد ما هتقلعها دلوقتي هتشوفوها وهي منكوشة. هنا بقى هو ده الطريق كده. هي بصوا، مش الشاطئ مش بعيد خالص، قريب. وقريب من وسط البلد يعني. ما بتاخديش ربع ساعة بالميكروباص. احنا بنجيب عربية مخصوص. هو بتهيألي ان مفيش مواصلات. لكن احنا بنجيب عربية مخصوص اللي هي الميكروباص او التمنية او تاكسي حسب بقى عددكم. وهو ايه بيوديكم. بصوا، هو بورتو مطروح اهو. وهو الشاطئ بعديه بخطوتين في اول دخلة دي الفرد فيها ب100 جنيه. اللي هي دي اول دخلة. احنا تاني دخلة اللي هي دي. هو ليه دخلتين. اول دخلة اللي هو دي اللي هو بالفرد ب100 جنيه. تاني دخلة اللي هو بقى ده اللي هو مكتوب عليه لاجونا بيتش. تلاقي يافطة كبيرة كده مكتوب عليها لاجونا بيتش. هو دوت ده قوات مسلحة. كل اللي موجودين ضباط وعساكر وكده. شاطئ نضيف جدا جدا جدا. انا متعوده باجي فيه بقالي سنتين او 3 سنين لسه عارفينه يعني. بصراحه شاطئ جميل. فيه كل الالعاب المائيه، بس انا الصراحه بخاف منها الالعاب المائيه. في كمان بصوا اللي هي لعبه الصابون دي. بصوا المكان كبير ازاي، المكان كبير وواسع. دي لعبه الصابون دي. و... وهنا المكان دوت اللي بيقعد فيه الضباط والعساكر. المكان اللي هو عليه المبني دوت. هنا بصوا الشاطئ رايق جدا. الرملة بتاعته جميلة جميلة. بصوا المكان رايق مش زحمة. مفيش وش كتير، كلها أسر، كلها عائلات. مفيش شباب وكده، لا كلها عائلات. البحر بتاعهم هادي قوي ولونه جميل. تشوفي رجلك كده وانت في البحر. بصوا في العاب كتير اهي. بصوا الالعاب المائيه اهي. انا بخاف منها بصراحه. بصوا عندهم العربيه كمان. بصوا العربيه اللي لونها اصفر دي. وعندهم بصوا الزحليقه اللي هناك ديت. عندهم بصراحة كل حاجة. واللي هناك ده ممشى بنروح نتصور عليه. بصراحة المكان جميل جدا. بصوا ايسل بتلعب في المية وانا مش خايفة عليها. اني بصوا ناس بعيدة خالص اهي. وفي طول. فبصراحة المكان جميل. هنا بقى ده اخويا اللي ورايا ده اخويا وجوزي.
بصراحة المكان جميل جدا اهو. دوت ستيدج كده بيشغلوا عليه اغاني وكده، والناس بتقعد هنا بيشغلوا اغاني ودي جي وكده. ده زوجي. ودي ممشى كده بتمشي عليها لحد نص البحر، بتتصوروا عليها وناس بتتصور عليها يعني وكده. بصراحة جميل جدا، جميل جدا، من احلى الشواطئ اللي انا روحتها بصراحة. ولعبة الصابون دي بتاعت الاطفال، الصابون بيقعد يطير كده. بصراحة مكان جميل جدا. هنا بقى كنا خلصنا البحر وروحنا، اتغدينا، اتشطفنا كده وغدينا واستحمينا وريحنا شوية، وبعدين ايه نزلنا بقى بالليل. هنا بقى كان جوزي ومالك واخويا و... وانا وايسل اللي انتوا شفتوها المنكوشة دي. بصوا ايسولا هي المنكوشة، واخويا اللي واقف جنبي اللي لابس ابيض ده و... وعمار ولوكا. هنا مالك بقى كان تعبان شوية وكان منكد علينا بصراحة. هنا كنا قاعدين على الكورنيش، وجوزي كان رايح يجيب لنا حاجات من عند بلبن. هتشوفوا دلوقتي بقى اخو جوزي لقاني بصور وكده، فقال ايه يجي يرخم عليا اهو. هنا اخو جوزي ده. هنا بقى ايسل ما كانتش راحت معانا الملاهي اول يوم. اللي ما شافش الفيديو اول يوم يروح يشوفه. كنا روحنا الملاهي وكده، بس ايسل ما كانتش معانا، كانت نايمه. فجت بقى هي راحت قالت لا انا عايزه اروح الملاهي، ودوني الملاهي. فخدناها ايه، قلنا نوديها هي بقى الملاهي علشان هي ما راحتش اول يوم. راحت لعبت كام لعبه كده وخلاص. لعبة اللي هي بتاع ده العربيات، ولعبة الزحاليق اللي هي كانت بتتزحلق عليها دي، ولعبة الدودة هي ومالك. هنا بقى مالك بصوا كان تعبان وعامل ازاي، كان طالع له كده حبوب في وشه وفي ظهره. خدته ورحت الصيدلية. فبصراحة بتاع الصيدلية اداني الله يسامحه، اداني مرهم. وطلع المرهم دوت غلط، غلط عليه، ان المرهم فيه كورتيزون وكده، فكان غلط عليه. فنكد علينا بقى تاني يوم دوت ما روحتش في حتة، اللي هو يعتبر تالت يوم المصيف لينا. ما روحتش في حتة لان صحيت من النوم لقيت جسمه كله بايظ ووشه وكل حاجة، لان ما دهنتله المرهم اللي فيه الكورتيزون دوت. راح نقل بقى كل الحبوب دي، خلاها بقت اكتر في جسمه وفي وشه. صحينا بقى تاني يوم لقيناه تعبان اكتر، ففضلنا روحنا خدناه ورحنا ايه ندور على دكتور، لحد ما لقينا دكتور محترم بصراحة ما شاء الله. كتب لي على علاج ليه. فضيع بقى مننا تالت يوم، اللي هو تالت يوم مصيف ضيعوا مننا. ما رحناش في بحر ولا رحنا في اي حاجة، ولا انا ولا جوزي. عيالي راحوا مع ماما وبابا وكده. هنا هو بقى كان مالك وايسل ركبوا الدودة دي. واخوات جوزي برضو ركبوا حاجات كده تانية، ملاهي بتعمل يعني ملاهي صعبة شوية. انا بصراحة مش بحب الملاهي قوي عشان انا بخاف منها. هنا هو بقى اخوات جوزي وجوزي وكده ركبوا بقى الالعاب دي. المهم مالك بقى نكد علينا بصراحة. ادعوا له ربنا يشفيه عشان هو لسه تعبان لحد دلوقتي. بيمشي على العلاج وكل حاجة، بس لسه برضو ما خفش. ادعوا له ربنا يشفيه. بس هنا بقى هو بيلعبوا في الملاهي، جوزي واخوات جوزي وكده بيلعبوا الالعاب الخطرة دي. بصراحة انا بخاف منها. ما بحبش الالعاب دي. يعني انا اخري بدخل بيت الرعب، لاني بيت الرعب بمشي على رجلي. لكن الالعاب اللي هي بتطلع فوق وبتنزل وبتطير في الجو وبتطير في الهواء والحاجات دي مش بحبها، بخاف منها قوي. لكن بيت الرعب انا كنت بركبه عادي، علشان يعني بدخل بيت الرعب علشان كده كده ماشية على رجلي، فمش مش بقلق. هنا هو بقى
اختي وجوزها وجوزي وناس كتير بقى راكبين اللعبة دي. بصراحة مخيفة قوي وجوزي نزل منها تعبان بصراحة. بس انا مش بحب الالعاب دي، يعني انا بخاف منها وانا واقفة على الارض، يعني وانا واقفة على الارض بخاف منها. مش عارفة بقى هما بيركبوها ازاي. هو انا اخري خالص هو بيت الرعب. حتى الالعاب بتاعه الاطفال دي انا بخاف منها، يعني حتى عيالي بخاف اركبهم الالعاب بتاعه الاطفال. بس قضينا اليوم برضو تاني في الملاهي بسبب ست ايسل، علشان ايسل كانت شبطانة وكده ان هي ما راحتش وهم راحوا من غيرها. فقلت بقى ايه اوديها هي كمان زيها زيهم علشان ايه ما تزعلش. بس هي ايسل اصلا اغلبية الوقت اصلا بتكون نايمة. يعني بتطلع من البحر تاكل وتنام، فما بنيجي نخرج بالليل بتكون مش معانا، فاغلبيه الوقت كده. فاليوم دوت لما هي نزلت معانا بقى وعرفت ان هم راحوا الملاهي قبلها بيوم وهي ما راحتش وكده، قالت لك لا يا ماما انا ايه عايزه اروح زيهم، وديني الملاهي وديني الملاهي. ووديتها. وبعد كده ايه رجعنا جبنا من عند بلبن. عمار جاب اللي هي البتاع اللي طالع جديد ديت اللي هي البرجر دي، واحنا جبنا الكشري انا ومالك وايسل، وعمار جاب اللي هي البرجر دي. بصراحة ما يعني عادية، مش حاجة واو. وبصراحة في الزحمة ما بتعرفيش تجيبي حاجات كتير من عندهم. يعني بصوا احنا كنا طالبين كشري اوريو ونوتيلا، ده كان جايلنا نوتيلا بس. كنا جايبين دولت الاتنين دولت، وكنا جايبين البرجر، وكنا جايبين رز بلبن عادي. بصوا البرجر اللي هي اللي عمار بيحبها دي، بصوا كانت عادية برضو مش واو. فضينا عليها بصوا اهي، فضينا عليها الصوص بتاعها ده. الصوص بتاعها هو الصوص بتاعها حلو وسايح وحلو وكل حاجة، بس مش احسن حاجة برضو، يعني عادية. هنا اهو فضيت عليها الصوص بتاعها ده، وقعد عمار كلها بالهنا والشفا، واحنا كلنا الكشري. بس كلنا لما طلعنا البيت طبعا. بس كده، وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. واللي ما يعرفنيش انا اسمي ياسمين ودي قناتي، وتابعوني عشان تشوفوا بقى باقي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. في فيديوهات جميلة جاية ان شاء الله. واعملوا لي لايك وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وقولوا لي ايه رأيكم في المصيف بتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.